السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده قلت اشارككم اليوم بتاعنا. طبعا يوم الجمعة العادي. الاولاد بقى لهم فترة كانوا نفسهم ياكلوا فراخ مشوية، طبعا شايفين الجمال بقى والحلاوة، قلت ان شاء الله نعملها مع بعض النهارده. تعالوا بقى نعملها مع بعض. عندنا بصلاية، التتبيلة بتاعت الفراخ بتاعتنا طبعا غسلتها كويس ونقعتها بخل، وطبعا هقول لكم بقى البهارات اللي تخلي معاكم الفراخ احلى بكتير من ان انت بتشتريها من بره. طبعا قطعتها صغنطوطه كده زي ما انتم شايفين بعد الغسيل، شايفينها زي القشطه ازاي. هبتدي ان انا اقطع بصلايه كبيره حلوه كده، واروح قرن فلفل حراق وطماطميتين، وعندي خل، وعندي معلقه بهارات حوايج 7 بهارات، وملح، معلقه ملح، وعندي نص معلقه سكر وفلفل اسود والورق اللوري بتاعنا. طبعا هبتدي ان انا افرم البصل والفلفل والطماطم، وبعد ما افرمهم احط برضو الخل معاها، عشان الخل هيساعد ان هي تنعم وفي نفس الوقت تاكل، يعني يشربوا من بعض. بعد ما هرستها بالشكل ده هبتدي ان انا افضي التتبيله بتاعتنا على الفراخ. طبعا السكر بيساعد الفراخ ان هي تبقى مستويه حلو من جوه. زي ما انتم شايفين كده عصرت الليمونتين عليها، علشان الليمون بيدي طعم حلو جدا، مزازه حلوه للفراخ، وبيبقى طعمها جميل جدا ومركز زي ما انتم شايفين كده. ابتدي ان انا هرسهم كده واعصرهم كويس. خلاص هقلبها زي ما انتم شايفين. خلاص طبعا هحطها بقى في التلاجة او اتبلها من بالليل لتاني يوم. طبعا انا سبتها اقل حاجة تتساب ساعتين عشان تبقى طعمها يعني واخدة التتبيلة كويس. طبعا الخل بيساعد ان التتبيلة تشرب كويس هي والليمون، وتفتح الفراخ وتخليها تاخد من طعمها. هبتدي ان انا احط الفراخ بقى في الشبكة، وابتدي ان انا اشويها على الشواية كده اهوت اللي هي الفحم. طبعا الفحم حسب ما انت بتحتاجي، يعني انا جبت 1.5 كيلو فحم وحطيتهم، ولعت جزء منهم على البوتاجاز، وابتديت ان انا اهوي كويس لحد ما ابتدى يوصل الشكل ده، وحطيت الفراخ عليها بالشكل ده. طبعا كانت فرخه وقطعتين كبار. هبتدي ان انا اول باول اقلب يمين وشمال علشان تشوي معانا كويس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مفيش بعد كده. شايفين الجمال والحلاوه. زي ما انتم شايفين كده خلاص هتبتدي تشوي. طبعا هقولك على حاجه كمان، لو انت حابه الفراخ دي تخليها لوقت التاني في الفريزر، حطيها عادي، تبليها كويس، وحطي لها الخل، وحطي لها الليمون، بس ما تحطيش الملح، حطي بس الفلفل الاسود والحواجي، لان الملح بياكل الفراخ. يعني يعني ببرمها معاكي هتحسي كده ان الفرخه كشت. فالملح ما تحطيش ملح لو انت هتخزنيها في الفريزر، فما تحطيش ملح، سيبيها كده بالتوابل والبهارات وكل حاجه، بس ما تحطيش ملح فيها علشان ما تبرمش منك. زي ما انتم شايفين كده. طبعا مش عايزه اقولك كانت الريحه تجنن، عجبت الاولاد قوي بصراحه. كان اكل بصراحه، كانت عشوه جميله جدا جدا. شايفين بقى الجمال والحلاوه. طبعا مفيش بعد كده شويه سلطه كده حلوين. انا بصراحه ما كنتش اصور، بس حبيت اشارككم اللحظه الجميله دي. شايفين الجمال والحلاوه. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم بقى، ما تنسوناش باللايك. مع السلامه.